هقول لكم على اسرع واسهل واحسن طريقه تعملوا بيها اي نوع مخلل انتوا عايزينه. اعملوا سيف للفيديو ده علشان تلاقوه لما تحبوا تعملوه، واراهنكم ان من سهولته هتعملوه في اول فرصه تجيبوا فيها الخضار. اعملوا فولو للصفحه ولايك وشير للفيديو ده، ويلا بينا نبدا. جبت برطمان ازاز وعقمته كويس بميه مغليه، وبعد كده هحط فيه ميه تانية مغليه للمخلل. لكل كوبايه ميه مغليه بستخدم معلقه من الخل ومعلقه من الملح، يعني لو استخدمت 3 كوبايات من الميه يبقى 3 خل و3 ملح. هقلبهم كويس قوي مع بعض، وبعد كده اقدر احط اي نوع خضار انا عايزاه في المحلول ده. هقطع الخضار او هعمل فيه فتحات بسيطه كده بسن سكينه رفيعه واحطهم في المحلول ده لمده 5 ايام. بعد 5 ايام هتلاقوا المخلل بتاعكم طلع بالشكل التحفه ده. لو عايزين لون الميه يبقى لونه مصفر شويه تقدروا تحطوا كركم، لو عايزينه محمر تقدروا تحطوا بنجر. بعد الخمس ايام وبعد ما تشوفوا ان هو استوى بقى بالجمال ده، تقدروا لو انتوا في الصيف تشيلوا البرطمان في التلاجة عشان يفضل مقرمش من اول يوم لحد اخر يوم. انما لو في الشتاء تقدروا تسيبوه بره عادي، هيفضل محتفظ بجماله وحلاوته. عايزه اقول لكم ان ده احلى واسرع واسهل مخلل، وكل ما بتعملوا الخضار ميكس ومشكل بين حاجات كتيره، الاطعمه كلها بتدخل على بعض، بتدي في الاخر طعم تحفه للمخلل بتاعكم. نسيت اقول لكم انكم لازم تحطوا توم مع المخلل، بيفرق جدا في طعمه. وكمان لو حابين تضيفوا شويه ورق لورا برضو بتدي ريحه حلوه قوي للمخلل. يلا شكرا واشوفكم مره تانية، باي باي.